النهارده عندنا مواجهه جامده هتقلب الدنيا مع سول، قرارات مصيريه، احداث حماسيه، وحاجات تخليك تفكر هو الراجل ده بيشرب ايه كل يوم علشان يستحمل ده كله. بس استنى، لو لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت لازم ترجع ليها الاول، الاحداث مربوطه ببعضها وحلقه بتكمل الثانيه، يعني لو جيت كده على طول هتحس انك زي حد دخل السينما في النص وسال ايه ده، فيلم ايه ده يا جدعان اصلا. الروابط في الوصف تحت، شوفهم وارجع لنا بسرعه ومستنيك. يلا نبدا الحلقه الثالثه من حكايه سول ونشوف ايه اللي مستني زعيمنا. وقرر يبدأ يتخطى حدوده بعد ما اتغلب على خوفه وضعفه. واليكس بتستغرب جدا من قدرته على سحب قوتها الملكيه الكامله بعد ما كانت مقرره تسمح تشاركه نص قوتها بس، وبيبدا سول الهجوم بكل ثقه وبيتحداهم يقربوا منه، وطلب من اقوى شخص فيهم يبدا يتقدم، ولكنه خاف ياخد خطوه بسبب قوه سول المتفجره اللي ظهرت فجاه. فبيقرر قائد المجموعه انه يهجم بنفسه، وقال لهم وسعوا لي الطريق انا اللي هخلص عليه، وبيقول للجنود ان اكتر حاجه بيكرهها هم الناس اللي مفكرين نفسهم اقوياء بشويه اسلحه، علشان كده هو اسس نقابه المفترسين اللي هم فيها دي. وبيستغرب سول من كلامه وبيقول له تقصد ايه؟ القائد بيقول له بص حواليك كويس يا ضعيف وشوف ازاي بتستخدم القوه صح، وبيرفع صخره عملاقه وبيرميها ناحيه سول، وبيقول له استسلم لنهايتك تحت الصخره الجميله دي، وما تخافش على السيف الملكي، انا هعرف ابيعه واستغل ثمنه كويس. وبكل ثقه سول بيضرب الصخره بسيفه المشتعل وبيدمرها في لحظه، ومن تاثير الضربه حصل كأن عاصفه ضربت الجنود كلها مره واحده وخلصت عليهم كلهم، وبيكون سول فقد كل طاقته هو كمان، بس المره دي مختلفه لانه منتصر وعرف يخلص على نقابه المفترسين او عصابه الغطاء الاحمر، وخلص عليهم كلهم بضربه واحده بس. وفي الناحيه الثانيه كان ارثر شايف كل الاحداث اللي حصلت ومبسوط من النهايه اللي شافها، وبيضحك بطريقه مجنونه جدا وبيقول لنفسه اخيرا في حاجه تبسط الواحد وتستاهل انه يشوفها، بكده يكون كل حاجه ترتبت خلاص، وكده كل المرشحين جاهزين لبدايه العالم الجديد. الوقت قرب اخيرا. نيجي المشهد فيه سواق عربيه كارو بس من غير حمار. الحيوان اللي شدد العربيه اسمه موتشي من فصيله الموتشيكو، هو شبه الخرفان كده بس على كبير شويه. السواق كان اسمه ويليام وحالته الماديه كانت تعبانه طول حياته، بس من 30 دقيقه تقريبا كان واقف بيسرح شعر موتشي. بعدها سمع حد بيقول له ممكن توصله يا جدي؟ كان لسه هيشتم وبيقول لها جدك مين يا بت، انا شباب وزي الفل، ما عندكيش جد ولا ايه؟ فبترد وهي متدشمله وسحبه السور من شعره وبتقول له ما عنديش جدود. لا طبعا هو اتفاجئ من منظرها وخاف جدا من شكلها المريب وجاب ورا في كلامه، فهي لسه بتقول له ايه هو انا لازم يكون ليا جد ولا ايه؟ فرد عليها وقال لا لا يا بنتي طبعا ده انا ما عنديش جد، ده يلا يا بنتي عشان نلحق نوصل. وبيكون متوتر جدا وبيفكر مع نفسه بيقول دي سحبه جثه دي ولا ايه؟ وهم ماشيين في العربيه سمع صوتها وبتقول له يا جدي ممكن تبطئ سرعه شويه او تسوق بشكل احسن؟ رد عليها وقال لها انا اسف يا بنتي حاضر، وهو من جواه بيقول لنفسه انا اصغر منك حتى لو كنت اكبر منك ب50 سنه، وهي عماله تهز فيه ورقبته اتكسرت تقريبا. طبعا الجد شاف كل ده وقال انا مالي يا عم ماليش دعوه، ايه اللي دخلني في الحوارات دي؟ واليكسا طبعا بدات تقلق لانه ما اتحركش من ساعه ما اغمى عليه، وبتقول يا ترى هو ميت ولا ايه؟ هي كده كده مش هتفرق اذا كان حي ولا ميت، بس انا بفكر في اللي هيحصل ليا، يا ترى ممكن الملك يرجعني زي ما كنت ولا خلاص كده؟ فجاه سمعته وهو بيقول انا عايز رز بالسمك. هي طبعا اتفاجئت جدا وضربته الضربه المتينه على دماغه، فبتقول له ايه اللي حصل، انت مش فاكر حاجه ولا ايه؟ فبقول لها اخر حاجه كنت فاكرها ان انا مسكت ايدك. فبتقول له وانا اللي افتكرت ان انت بقى في منك فايده؟ فقال لها بس انا فاكر ان في حاجه مدهشه قوي حصلت لينا. قالت له لا مش هتفرق طالما انت مش فاكر، كده كده مش هيبقى ليها لازمه خلاص. وهنا بتبتدي تشك إليكسا ان اللي حصل ده كان صدفه، بس بترجع وبتقول لا مستحيل كان يقدر يستخدمني انا كمان عن طريق الصدفه. هو صحيح يعني يعتبر انسان متواضع وغبي، لكن في الوقت ده هو فعلا وصل ليها، وصل للقوه وقدر كمان يتغلب عليهم كلهم، هو فعلا قدر يتحكم في القوه الملكيه بالكامل، فمستحيل دي تكون صدفه. وبيقطع تفكيرها سول وهو بيقول لها افتكرت حاجه مهمه. فبتساله إليكسا ايه هي؟ قول بسرعه. فبيقول لها ما تشغليش بالك دي حاجه مش مهمه قوي يعني. وهي بتقول له دلوقتي يا عم قول اي معلومه ممكن تكون مفيده، ما تترددش واتكلم بسرعه. فبيقول لها شكرا على ثقتك الكبيره فيا في الوقت ده، ولسه بيحاول يقول اسمها طبعا اتلخبط فيه زي كل مره، فصححت ليه الاسم وقالت له انا اسمي إليكسا يا غبي، انت حتى مش عارف تفتكر اسمي؟ لا طبعا انا فاكر بس انت اللي اسمك غريب شويه. وهنا جده زهق منهم هما الاثنين ومن رغيهم الكتير، وقال امتى نوصل بقى علشان انا زهقت منهم. طبعا هما لسه بيتخانقوا، فبتقول له ماله اسمي يا حبيبي، مش احسن من اسمك اللي ملوش ملامح؟ فبيستظرف عليها وبيقول لها انا مال امي هي اللي مسمياني. وبيقاطعها بالكلام وبيقول لها بصي في هناك ايه؟ تقول له اسكت ولا انت شكلك عايز تتضرب يلا، وما كانش لازم تتصرف كده من الاول. فبيقول لها
مش وقت خناق، بص هناك بسرعه. فبتقول ايه ده؟ لقوا نفسهم وصلوا لمدخل قريه غريبه وجميله، وهو هنا بقى بدأ يقلب نفسه ويفتش في جيوبه وما لقاش فيها غير التليفون بتاعه. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ شكلي هشتغل شغل جزئي ولا ايه؟ ولا هعمل ايه في حياتي دي؟ وبعدين انا ما اشتغلتش قبل كده، يا ترى بيشغلوا الناس الصغيرين هنا ايه؟ واليكسا سامعه كل الكلام ده وعماله تستهزأ بيه وتضحك عليه، وبتوري له شويه الذهب اللي معاها اللي مليان ذهب ومجوهرات وحاجات مهمه جدا. لسه بيحاول يمدحها ويقول لها يا بنتي ليه يا اليكسا عملت كده ازاي؟ فقالت له ما تشكرنيش، دي اقل حاجه عندي، بما انك عرفت قيمتي خلاص فمن هنا ورايح تسمع كلام اختك الكبيره. فبقول لها انا اصلا كده ما عنديش حل تاني، هسمع كلامك بقى وامري لله غصب عني. وهي لسه بتقول له اول ما ندخل القريه تجيب لي طبق رز وشويه شوربه لسان عصفور، ولسه بتكمل طلباتها كلها لقت جده بيحاول يشتكيهم للظابط وبيقول له هم دول يا حضره الظابط امسكهم بسرعه، دول كانوا بيهددوني، ينفع يهددوا راجل عجوز زيي؟ هنا اليكسا بقى بتتنرفز وبتقول له تهديد ايه يا جدو؟ انا كل اللي عملته طلبت منك توصلني وانت وصلتني. هنا سول بيقول لها انت هددتيه بجد؟ سول بعدها بيقول للظابط يا عم انا ماليش دعوه بيها، انا كان مغمى عليا ساعتها. فالظابط بيقول له ما تحاولش تضحك عليا، انا عرفتكم من لبسكم، انتوا تبع العصابه اللي اسمها نقابه الغطاء الاحمر، دي سمعتها السيئه سابقاها. وهنا العجوز بيستغل الفرصه وبيقول لهم انتوا كنتوا فاكرين ان انا مش هعرفكم ولا ايه؟ مش شويه اطفال اللي هيضحكوا عليا ويطلعوا عيني. وهنا اليكسا بتقول له بطل يا راجل يا عجوز بدل ما اجيلك. وسول على الناحيه التانيه تايه مع نفسه في عالم تاني وبيقول اصلا انا ما اقدرش عليهم وما اعرفش اعمل اي حاجه للجماعه دي. وهنا الظابط بيقول لهم اكيد انتوا تبع الجماعه السيئه السمعه دي، انا اتاكدت خلاص، توقعاتي في محلها، اللبس ده مألوف جدا بالنسبه ليا. وبيطلب من الجنود يحوطوا عليهم ويمسكوهم. وفجاه بيظهر من بعيد شويه شخص مخيف على صخره بعيده وبيقول ان تم التحقق. وبنرجع للمشهد بتاعنا تاني وبيكون في ضجه كبيره وطابور كبير جدا واقف فيه الناس اللي عايزه تدخل المدينه وبيكونوا مستعجلين وعاوزين يدخلوا. فبيسالوا ايه اللي بيحصل في ايه، وبيجاوب على واحد من اللي واقفين وبيقول له شكلهم كده مسكوا مجرمين. فواحد من اللي واقفين بيشتكي ان الوقفه طولت وان رجله بتوجعه، والتاني بيقول يا جماعه امسكوهم بسرعه عاوزين ندخل. هنا اليكسا اتضايقت منهم لانهم حتى مش عارفين اللي بيحصل وبيتكلموا، وبتكون قلقانه وبتقول لنفسها يا ترى سول هيهرب تاني زي كل مره؟ اعمل ايه لو هرب تاني؟ وفجاه بتشوفه بيشجع نفسه وبيضرب نفسه على وشه بايده الاتنين وبيقول انا مش ههرب زي كل مره، انا خلاص اخذت قراري، انا مستحيل اهرب تاني، انا صحيح من جوايا عايز اهرب بس مش هينفع ابين لها ده، وهخفي الرغبه دي جوايا ومش هتطلع ابدا. وبيقول لنفسه احنا موقفنا بسيط، كل اللي فيها ان هم يعني شكوا فينا علشان كده بيحاولوا يمسكونا، واحنا هنحاول نوضح لهم موقفنا وهم هيفهمونا وكل حاجه هتبقى تمام. الضابط بيحذرهم وبيقول لهم حطوا ايديكم على دماغكم واطلعوا لقدام خطوه بخطوه. برد عليه سولو بيقول له حاضر حاضر هنعمل كده. ولسه بيحاول يطمن اليكسا وبيقول لها انا عندي فكره ما تقلقيش، انا عارف ان الموضوع مخيف بس سيبي كل حاجه عليا انا هحلها ليكي، كل اللي عليكي بس هو انك تهدي. وهو لسه ما كملش كلامه ولقاها بتهجم على الجنود بكل غباء وبتقول لهم هكسر اسنانكم واحد ورا التاني. هو بيقول يا رب اعمل فيها ايه بس، اعمل ايه في الغباء دي، انا تعبت منها خلاص. وهي نزلت في جنود ضرب وقعدت تطحن فيهم واحد ورا التاني ووقعت الاول ووقعت التاني كمان. بتقول من جواها زي ما توقعت بالظبط، الجنود دول ضعاف جدا، انا صحيح مش في قوتي بس بدات اتعود على الجسم اللي انا فيه ده، بما ان الملك اخذ مني معظم قوتي، لكن القوه الحاليه كفايه انها تهزم الجنود دول اضعف بكتير من جماعه الرداء الاحمر. الضابط بيحاول يطمن جنوده وبيقول لهم ما تقلقوش وما تخافوش منها، هي حتى ما حصلتش ان هي تكون لاعب يمسكوها بسرعه. بترد عليه ليكسا بكل ثقه انا مش عارفه انت تقصد ايه بالظبط، بس اللي انت ما تعرفوش هو ان انا قويه جدا. وفي اللحظه دي هي بترمي الرداء الاحمر بتاعها على احد الجنود وما بيكونش شايف اي حاجه وبتضربه بالعصايه اللي معاه وبتاخدها وبتضرب جندي تاني على دماغه وبتضرب جندي تالت على وشه وقعدت تضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما حست ان هم ضعاف جدا. وبعدها بتقول لنفسها بالمعادله ده انا هقدر اوصل للمستوى الاول بسهوله. ولسه تندفع ناحيه الجنود بكل طاقتها لقت ان سول بيحذرها وبينادي عليها وبيقول لها خلي بالك. وبعدها القائد بيفهم ان الجنود مش ندي ليها ومش هيقدروا عليها فبيقول لهم بسرعه يلا استدعوا لان. ورد عليه الجندي بيقول له حاضر في ثواني هروح استدعيه. واليكسا بتهجم عليهم بكل غرور وبتقول لهم هاتوا له تجيبوه، هيكون مين يعني لان ده، كده كده هخلص عليكم كلكم لحد ما اخلي ما فيش ولا واحد فيكم قادر يتحرك. وبيحاول سول ينبهها وبيقول لها خدي بالك يا اليكسيا، ولكنه زي ما يكون لسانه وقف وما عادش قادر يتكلم، لكن بيقدر يحذرها وبيقول لها خلي بالك يا اليكسيا بسرعه. فلسه بتلف علشان تقول له في ايه فلقت حد بيهجم عليها هجمه قويه جدا، الهجمة دي كانت هتقطعها نصين لو ما كانتش خدت بالها.
وهنا سول بينده عليها باسمها اللي ما كانش بيعرف ينطقه قبل كده، ولكنه اخيرا قدر يعملها، وفجأة بتتحول إليكسا لسيف في ايده قبل ما المقاتل ده يخلص عليها. فهي بتقول له اوعى تكون مفكر انك انقذتني، وبعدين انت بتنادي عليا ليه اصلا؟ وعلى فكرة انا شايفاك وانت جاي وشكلك كده مش عارف تمشي كويس، انت واثق انك هتقدر تكمل المعركة دي؟ فبيصدمها بيقول لها ما اظنش ان انا هكون كويس. فبتقول له شكرا طمنتني، الله ينور عليك. فبقول لها انت عارفه ايه اهم حاجه في المقاتل؟ فبتقول له ايه هي؟ فبرد عليها بقول لها قوه الملاحظه. بتقول له شكلك اصلا ما تعرفش حاجه عن القتال اساسا، انت بتقول ايه؟ فبرد عليها بقول لها لا انا عارف كتير على فكره، وان قوه الملاحظه دي انك تقدري تحددي قوه الخصم اللي قدامك، وبكده هتقدري تعرفي تحركاته وامتى تهربي منه، زي الفريسه بالظبط اللي بتبعد عن خطر الحيوانات المفترسه الاقوى منها، وتعرفي تلاحظي اكتر شخص او اكتر شيء المفروض ما تقربيش منه. هي دي القوه الحقيقيه للهجوم الخاص بيا، هي دي غريزتي الخاصه في الاندفاع، وانا شايف ان الشخص اللي قدامي ده خطير جدا وحاسس بمدى قوته وخطورته. فبترد إليكسا وبتقول له فعلا عندك حق، بس ايه اللي انا شايفاه ده الارض اتشقت نصين. وهنا اللاعب اللي اسمه الان ده بيشوفها وبيتاكد ان هي فعلا ما اتصابتش وقدرت تعدي بامان من خبطته، فبيحذرها بيقول لها المره الجايه مش هتعرفي تهربي منها، لان اللاعب الان هو لاعب من فئه اسمها حادث او واصي، هو يعتبر لاعب قوي يعني زي سول، ولكنه اقوى من اللاعب اللي سول هزمه من شويه. وهنا سول بيبص للارض اللي اتقسمت لنصين قدامه وفيها شق كبير جدا، وبيستغرب ازاي الان ده قدر يشق الارض عن طريق حته قماش، وفعلا مش مصدق اللي هو شايفه. وهنا قبل ما سول يهرب إليكسا بتقول له ما تخافش، انت خايف ولا ايه؟ ورد عليها بسرعه بيقول لها لا انا مش خايف، لا انا مش خايف، ده شكل واحد خايف. وهي بتحذره بتقول له يا سول خلي بالك من حته القماش دي، لو طلعها وضربك بيها مره واحده امرك هينتهي وهتموت. هو عارف طبعا دوت من غير ما تقول له، وبيكون خايف جدا من جواه وماسك نفسه بالعافيه، وبيقول لنفسه ايوه انا عارف بس مستحيل اهرب لازم اواجه. لكن إليكسا وهي متحوله لسيف هو حاسس انها تقيله جدا لدرجه انه مش صعب يوازن نفسه ويقف كويس، بس بتقاطعه إليكسا وبتفكره خلي بالك يا سول انت مش هتقدر تستخدمني غير لدقيقتين بس علشان مستواك الحالي، فما تترددش وانت بتستخدمني. فبقول لها تمام هنبدا ولا ايه؟ بس بقول لها ايه ده لحظه، هو احنا مضطرين نقاتل؟ هو احنا مضطرين نهجم عليه دلوقتي يعني، او مضطرين ندخل القتال ده من الاساس؟ فبتساله انت ليه بتقول كده؟ انت خايف ولا ايه؟ انت عايز تنسحب؟ ما تقول يا عم انك خايف وعايز تنسحب. بقول لها مش كده اسمعيني بس، ايوه القتال شيء مخيف بالنسبه ليا، بس يعني ده مش قصدي، اللي اقصده يعني وبسالك هل احنا مجبرين نقاتل؟ بتقول له يا ابني انا مش فاهمه حاجه، انت قصدك ايه؟ قصدي يعني احنا هدفنا الاساسي ان احنا نطلع لقمه القلعه ونوصل لاعلى مستوى. طيب لو احنا حاربنا دلوقتي او دخلنا المعركه دي هيكون من الصعب حتى ان احنا ندخل القلعه اساسا، وغير كمان ان احنا مش هنعرف ندخل القريه اللي حوالين القلعه، وحتى لو كنا محظوظين وهزمناه، وكمان لو انا فقدت الوعي ساعتها برضه هتكون نهايه اللعبه بالنسبه لينا. فإليكسا بتقول له طيب وعايزنا نعمل ايه يعني؟ عايزنا نقف هنا بس وكده وما نتحركش؟ وفجأة بتسمع لأنه هو بيقول تم التأكيد خلاص، وبيبدأ يهجم بقوة على سول وبيرفع ايده، وهنا بيحس سول ان في ايد ضخمة عملاقة بتهجم عليه. بعدها لان بيقول له بسبب اثارتكم للشغب والهجوم على البوابة انكم عطلتوا المرور وعطلتوا حركة السير، وكمان حاولتوا انكم تقتلوا الجنود، فانتم مش مسموح لكم انكم تتكلموا، واي محاولة للمقاومة هيتم الحكم عليكم بالاعدام عن طريقي انا اللاعب لان. انا هبدأ بتنفيذ الحكم، والحكم هو عقوبتكم بالاعدام دلوقتي. وفي اللحظة دي القماش بتاع لان بيلتف حوالين سول وبيقيده تماما ومش بيخليه يتحرك اطلاقا. هنا سول بيحس احساس غريب جدا، بيحس ان مفيش حد موجود حواليه غيره هو ولان بس، والعالم كله مفيهوش اي اشخاص تانيين. وبيعرف من هنا ان لان حضوره قوي جدا وانه شخص غير عادي، وبيقول لنفسه هو ده الشخص اللي يعرف يوصل لقمة القلعة، هو ده اللي يستاهل يتقال عليه لقب لاعب. وإليكسا بتقلق على سول وبتقول له انت كويس يا سول؟ فبيقول لها انا مش عارف اتحرك خالص، ولكنه بيتحرك بخفه وبيتحرر من القيد بتاع لان بعد ما قطع كل الورق المحيط بيه بلمسه واحده من سيفه. لكن لان بيقول لهم انا مش حذرتكم انكم ما تقاوموش، حان وقت العقاب وهطبق عليكم طبقا للقوانين زي الكتاب ما بيقول بالظبط. إليكسا بتنبه سول وبتنادي عليه باسمه وبيقول لها انا فاهم وعارف انت عايزه تقول ايه، ما تقلقيش، فاهم ان ده مش الوقت المناسب اننا نتجادل او نتخانق، وده مش الوقت المناسب للنقاش اصلا، وان احنا لو استمرينا نتكلم بس اكيد هتبقى دي نهايتنا، علشان كده لازم نقاوم. وإليكسا بتكون متحمسه جدا للقتال، هي فعلا بتحب القتال جدا. وفي اللحظه دي لان بيحس بالقوه المهوله اللي بيطلعها سول لاول مره قدامه، وبيستغرب ايه القوه دي؟ كل دي قوه؟ سول بيحس ان جسمه مليان بالطاقه، وبول هي دي الطاقه بتاعه الملوك اللي كانت
كانت بتتكلم عنها اليكسيا، اكيد لو استمرينا كده انا اللي هنتصر. لكن لما سول نط في الهواء على بعد كبير من الارض شاف ناس حواليه عاديه جدا وبيكونوا واقفين في الطريق، ومنهم الراجل العجوز اللي ورطهم في الموقف ده. بعدها بيقول لنفسه ايه ده، هو انتوا لسه هنا؟ انتوا لسه ما سبتوش المكان؟ اليكسيا بتحس ان سول طاقته هديت وبتساله ايه اللي بيحصل، عرفني في ايه، انت عايزني اقتلك ولا ايه اللي حصل لك؟ بيقول لها لو انا هاجمت في ناس كتير هتتاذي. لان بيستغرب من اللي شايفه قدامه، بيقول كلمته المعتاده تم التاكيد، وان مهما عملتم فانتوا خلاص خسرتوا فرصتكم للفوز بشكل نهائي. واول ما سول وقع في اتجاه لان قابله بضربه مميته في وشه، والناس الموجودين حسوا بالالم على الرغم انهم ما انضربوش، وبيقولوا ياه ايه الضربه القويه دي، يا ترى هيعيش بعد الضربه المميته دي؟ بعدها لان بيستغرب انه لسه عايش بعد ما وقع من المسافه دي كلها، وبيبدا الهجوم عليه تاني علشان يخلص عليه. واول ما هجم عليهم بضربه اقوى من اللي قبلها كانت هتخلص عليهم هما الاثنين، فجاه صدها خروف غريب بالفرو العجيب بتاعه واخد الضربه مكانهم، وبعدها بيكتشفوا انه موتشيكو. لان بيستغرب ان موتشيكو بيحاول يدافع عنهم، وحتى الناس نفسها مستغربه ليه موتشيكو دافع عنهم اصلا، وبيستغربوا ازاي مخلوق لطيف زي ده يدخل نفسه جوه قتال مميت. دي حاجه غريبه عمرهم ما شافوها طول حياتهم. وهنا الناس بتسال يا ترى ايه اللي هيحصل، هل القتال ده هيستمر وهيفضلوا يتخانقوا كده؟ وعارفين ان حتى موتشيكو ما ينفعش يخترق القوانين بالنسبه للان، ومستحيل ان لان يسمح ليه بكده، لان لان ما بيستحملش ان حد يتخطى القواعد او يخالف القوانين. بعدها اليكسا بتسال نفسها ايه الجو الغريب ده، لكن لان ابتدى يهدى لما شاف موتشيكو واقف بيدافع عنهم، واكتفى بس انه يضرب اليكسا ويخليها تفقد الوعي وسابهم ومشي. بعد طبعا يعني ما طلب من الجنود انهم ياخدوهم علشان يحبسوهم. وللمره الاولى لان بيقول انه هيسيبهم للقانون يعاقبهم. الجنود بتقول له حاضر، وبيبداوا ياخدوهم علشان يحبسوهم، وبيظهر على الناحيه التانيه انه بيتكلم مع حد لسه ما نعرفش هو مين، والحد ده بيضحك لما عرف ان الموتشيكو هو اللي حمل المجرمين دول. لان بيقول له هو ده اللي حصل، هعمل ايه يعني؟ لكن الشخص بيساله تاني وبيتاكد، انت متاكد يا لان ان ده اللي حصل؟ متاكد انك ما كانش بيتهيالك ولا حاجه؟ مش دي حاجه غريبه شويه ان يعني موتشيكو يحب شخص شرير او سيء؟ فبقول له لان صحيح هم فعلا الاشرار، لانهم هاجموا البوابه وهو ماسك كرافته في ايده. وبقول له حتى بص على قطعه الملابس الغريبه دي، والشخص ده كان لابسها، انا عمري ما شفت لبس بالشكل ده اول مره اشوف الملابس المريبه والمشبوهه دي. وهنا الشخص ده بيظهر ان دراعه مقطوع. بقول له ازاي ده ممكن يحصل؟ لان بيساله انت عارف مين الشخص ده؟ فبقول له الشخص الغريب، انت فاكر الولد اللي اخترق المجال المطلق بتاع نوجا؟ بقول له مستحيل، قصدك ان هو يعني؟ فبقول له اه بالظبط هو ده، بيتهيالي كده لازم اقابله بنفسي. وبيظهر ان الشخص اللي ايده مقطوعه هو اللاعب دان المقاتل رقم 2 اللي خسر القتال قدام نوجا. نيجي بقى على الناحيه الثانيه، بنلاقي سولو واليكسا في الزنزانه. فبيقول لي اليكسا شكل الحراسه في الزنزانه هنا ضعيفه مش كده؟ وهو بيحاول يخفف عليها، وبيقول لها يعني انت كنت قويه في القتال على فكره، وعرفتي تتغلبي على اشخاص كتير. وبيقول لها كمان ان لان ده شكله كان لاعب قبل كده مش كده برضه، وان اللاعبين ما طلعوش بالقوه اللي هو كان فاكرها يعني، ولا انت ايه رايك؟ وبعدها بيقول لنفسه ولو انا ما كنتش انسحبت من القتال كان اكيد يعني كنا هنكسب. وهنا اليكسا لسه بتفكر ومتضايقه قوي ولسه مش عايزه تتكلم. سول بيقول لنفسه انا خايف اكلمها دلوقتي، خايف اتكلم معاها عادي احسن تطلع غلاها فيا انا، بس انا مش هلومها، انا كمان لو كنت مكانها كنت هتضايق انا برضو. كان ممكن ما يحصلش كل اللي حصل ده لو انا ما كنتش يعني اترددت في اخر لحظه، كنا كسبنا، انا فعلا ماليش اي لازمه. وبيفضل يضرب بدماغه في الحيطه ويقول موت يا جبان، موت يا جبان. بعدها بنسمع صوت اليكسا وهي بتهديه بتقول له اهدى يا ابني. فبقول لها ايه نعم. بعدها اليكسا بتعتذر له بتقول له انا اسفه. طبعا هو مستغرب انها بتعتذر، فبقول لها انت اعتذرتي بجد دلوقتي مش كده ولا انا شكلي بتخيل ولا ايه؟ لا انا متاكد ان انت اكيد اعتذرتي دلوقتي، بس ايه اللي يخليكي تعتذري؟ ولا انت بتمثلي عليا عشان تضربيني من غير ما اخد بالي يعني ولا ايه؟ فبتقول له اليكسا انا بس بعترف بغلطتي علشان اعرف اتخطى الموضوع ده، لان انا اللي بدات القتال ده من غير سبب مقنع، وانا اللي سحبتك معايا لكل الفوضى دي، انا فعلا لازم اعتذر ليك، انت اكيد فاهمني صح؟ وقامت مدياله على دماغه كالعاده بتقول له انت معايا يا ابني ولا ايه؟ بيقول لها ايوه طبعا سامعك. فاليكسا بتقول له من هنا ورايح انا هتحمل المسؤوليه كلها، وما عنديش اي نيه اني ابقى في موقف يخليني اعتذر تاني بعد كده. فسول بيستغرب اكتر ومش مصدق اللي بيسمعه ده. بعدها بيلاقيها بتقول له اضربني يلا بسرعه اضربني، وبتدي له وشها علشان يضربها فعلا. فبيقول لها انت عايزاني اضربك؟ فبتقول له اه اضربني. بقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وانت عقلك حصل له حاجه ولا ايه من كتر الضرب اللي اخدتيه؟ شكل كده دماغك حصل لها حاجه علشان كده كنت بتهجمي بتهور من غير تفكير. فبقول لها طب بصي ايه رايك لو انا ناديت عليكي بعد كده يعني وقلت لك يا اليكسيا بدل اكليكس كده، لانه يعتبر اسمه طويل يعني وغريب، وانا بصراحه يعني ما بعرفش انطقه، لما تكوني في مشكله حتى ما بعرفش اناديكي، ايه رايك ناديكي باسم اليكس احسن، وبدل ما اضربك يعني خلينا ناديكي بالاسم اللي انا عايزه، ايه رايك في الفكره دي؟ فبتفكر اليكسيا بتقول له دي حاجه
غريبة فعلا، بس مش مشكلة، الاسم شكله لذيذ، خلاص ماشي انا موافقة. على كل حال يعني ما يهمنيش الاسم اللي هتناديني بيه، اعمل اللي انت عايزه. وبقول لها بجد انت موافقة؟ بتقول له ايوه موافقة، وبتضرب ايديها على الحيطة وبتقول بس اهم حاجة احنا لازم نطلع من المكان ده دلوقتي. وبيظهر ان في 2 حراس على البوابة بتاعة الزنزانة، والحراس بيتفاجئوا ب2 واقفين قصادهم. وهنا الحراس بيسمعوا حد بيقول لهم شكلكم كده مش مركزين في شغلكم وبتستخفوا بوقت الخدمة بتاعتكم. طبعا هنا الحارس بيتخض ولسه يبص قدامه لقى اللاعب لان واللاعب دان، فبيقول السيد لان وحتى السيد دان. فبيرد عليه دان وبيقول له انا حتى. الحارس بيقول له احنا اسفين قوي، احنا فعلا نمنا من غير ما ناخد بالنا. فبيقول لهم ما تقلقوش، مفيش اي مشكله، كله تمام، اللي بيحصل ده يعتبر دليل على ان المكان هنا اصبح هادئ. وطبعا لان ما بيحبش يبقى في فئه مخالفه القوانين، فيقول لهم انا شايف الحاجه الوحيده الامان هنا هي ان راسكم لسه على جسمكم. بعدها دان بيطلب منهم يحولوا له المساجين اللي مسكوهم عند البوابه، فبيقولوا له حاضر يا فندم. واول ما بيفتحوا الزنزانه بيلاقوا ان الحيطه فيها فتحه كبيره قوي وانهم مش موجودين فيها. الحراس بيتاسفوا وبيطلبوا انهم يتقتلوا حالا. دان مش مركز معاهم وبيستغرب من عمق الفتحه اللي في الحيطه، وبيقول لهم بما انهم فتحوا فتحه زي دي وهربوا منها ده معناه انهم مش خايفين من المطارده. وفي الاثناء ديت كانت اليكسا شايله سول على كتفها وبتجري، وبيكون سول تقريبا هيجيب اللي في بطنه، فبيقول لها ممكن تجري براعه شويه بعد اذنك، انا لسه تعبان. بتقول له استحمل بس شويه صغيرين. وهنا بيقف قدامهم لان وبيحسوا انه في حاجه ثبتتهم في الارض، بيحسوا ان جسمهم اصبح تقيل جدا. سول بيسال نفسه هو ايه اللي بيحصل ده، انا جسمي تقيل كده ليه؟ بيحاول يستوعب اللي بيحصل له وبيقول انا حتى ما بقتش عارف احرك ايدي، ده معناه حاجه واحده بس، ان هدومي هي اللي بقت تقيله. وهنا بيظهر لان وبيقول له ما عادش قدامك غير الاستسلام، انا عملت علامه على اللبس بتاعك وده معناه انك تحت تصرفي دلوقتي واقدر اتحكم فيك بالكامل. سول بيحاول يقول له احنا مش من العصابه اللي انت فاكرنا معاهم دي، والسبب الوحيد اللي جابنا هنا هو اننا عاوزين نوصل لقمه القلعه. فبيقول له لن توصل لقمه القلعه؟ فسول بيقول له ايوه، مش القريه هنا هي مكان الدخول بتاعه القلعه؟ بعدها دان بيقول له ان في ناس كتير زيك كده جربوا يدخلوا وكان مصيرهم انهم يبقوا مجرد حشرات حوالين القلعه، فحتى لو كان هدفكم انكم توصلوا قمه البرج فده سبب اكبر انكم لازم تستسلموا. وهنا بيظهر اللاعب اللي اسمه دان قدام سول وبيعرفه بنفسه، انا اسمي دان وانا ملك القريه اللي انت فيها دي. هنا سول اول ما شاف اللاعب اللي قدامه ده بيقول لنفسه يا ناقصه لاعب كمان، شكلها كده خلصت خلاص، مش هقدر اعمل حاجه دلوقتي، انا استعملت كل القوه اللي عندي، جسمي مبقاش قادر يستحمل خلاص. وبيبتدي سول ينهار ويفقد الوعي، ودان بيبص له بصه مريبه كده بيقول يا ترى هعمل فيكم ايه دلوقتي؟